لو الحلقات اللي فاتت فتحت لك الباب، فالحلقة دي هتوريك اللي ورا الباب. أهلا وسهلا بيكو، معاكو نهلة فؤاد، وانت بتتفرج على برنامج خلاصة في 5. برنامجنا بنفكك فيه معنى النجاح الحقيقي، مش بس فلوس، لكن كمان نفوذ وطريقة تفكير تصنع كل حاجة. بنشوف النجاح من زاوية مختلفة، بنفهم ازاي يتبني خطوة بخطوة. في الحلقات الأولى من البرنامج اتكلمنا عن استراتيجية اسمها استراتيجية الذئب، وقلنا إن النجاح مش حظ ولا ظروف ولا حتى بداية قوية. لكن النهاردة هنشوف نفس الفكرة بس بطريقة مختلفة تماما، تطبيق عملي على شخصية حقيقية، وكمان ازاي تطبقها في حياتك. خلينا ناخد مثال عربي معروف، نجيب ساويرس، شخص جاي من عيلة عندها إمكانيات وثروة بالفعل، وده ممكن يخلي ناس تقول إن النجاح كان مضمون. لكن الحقيقة الفلوس مش هي اللي بتصنع النجاح، ولا البداية هي اللي بتحسم النتيجة. في ناس عندها كل الموارد وبتفشل، وفي ناس عندها أقل إمكانيات وبتبني نجاح ضخم. طب ليه؟ لأن اللي بيفرق مش أنت بدأت إزاي، اللي بيفرق أنت بتفكر إزاي. طب إزاي نطبق استراتيجية الذئب؟ ببساطة شديدة، استراتيجية الذئب مش فكرة، دي طريقة تفكير طويل المدى، استخدام الموارد للنمو مش للاستهلاك، تحرك محسوب مش عشوائي، وبناء مستمر مش لحظة نجاح. ده اللي بيخلي نفس الإمكانيات بتدي نتائج مختلفة تماما. تعالوا مع بعض نعمل مقارنة سريعة بين عقلية الذئب والعقلية التقليدية. عقلية الذئب بتبني على المدى الطويل، بتفكر في الصورة الكبيرة، بتستخدم الفرص كجزء من خطة. طب العقلية التقليدية بتدور على نتيجة سريعة، بتتشتت بتقف عند أول نجاح. الحقيقة إنها نفس البداية ونفس الظروف، لكن النتيجة مختلفة تماما. ليه؟ لأن النجاح مش في اللي معاك، النجاح في طريقة استخدامك للي معاك. طيب انت تطبق ده ازاي في حياتك؟ هات بسرعة ورقة وقلم ويلا بينا. أول حاجة، ما تفكرش في الربح السريع، كمان اختار مهارة واحدة بس واشتغل عليها بعمق. ابني نفسك كأنك مشروع طويل مش مرحلة مؤقتة. ما تخليش الفرص تشتتك، دايما اسأل نفسك، أنا ببني ولا بستهلك؟ لأن الحقيقة البسيطة، اللي بيكسب مش الأسرع، اللي بيكسب هو الأثبت. وده طريق النجاح وطريق المال وطريق النفوذ. ولو حابب تفهم الفكرة بشكل أعمق، ارجع لحلقة استراتيجية الذئب، هتفرق معاك في الصورة كاملة. لو وصلت لحد هنا يبقى أنت مش بتسمع محتوى وخلاص، أنت بتغير طريقة تفكيرك. خلاصة في 5 بتغير الفهم قبل المعلومة. أنا نهلة فؤاد، دي كانت خلاصة النهاردة. استناني كل تلات وجمعة، وما تنساش تعمل لايك وتشترك وتفعل الجرس عشان تكمل معايا الرحلة. وافتكر دايما شعارنا، أفكار مركزة في وقت محدود. أشوفكم الحلقة الجاية.